بعد ما انتهت المباراة بين فريق مدرسة محمود خاطر الابتدائية اللي بيلعب معاها محمود الخطيب وفريق مدرسة عزبة النخل، طبيعي كالعادة تألق الخطيب الطفل في الصف الثاني الابتدائي، والمدرسة كلها انتبهت لموهبته الفذة وقدر يجيب الكاس للمدرسة. وتاني يوم وقف الناظر بنفسه في طابور المدرسة الصبح وأعلن انضمام محمود إبراهيم الخطيب التلميذ في الصف الثاني الابتدائي إلى فريق المدرسة. بدأ اسم الخطيب يلمع مش بس في مدرسته إنما في دوري المدارس بالكامل، لدرجة إن أي مدرسة كانت هتلاعب مدرسة محمود خاطر كان بيبقى الكابوس بتاعها هو اللاعب الصغير محمود الخطيب. ولما جت أجازة آخر العام سافر محمود الخطيب مع والده إلى قرية قرقيرة في السنبلاوين. وصل محمود مع والده إلى بيت عمته اللي استقبلته بالأحضان وولاد عمته اللي فرحوا جدا بوصوله. وبعد الغدا خرج والد محمود الحاج إبراهيم الخطيب لقضاء بعض الأعمال، وخرج الخطيب وولاد عمه للعب الكورة. في اليوم ده كانت القرية كلها بتتكلم عن مباراة كرة القدم اللي هتتلعب غدا بين فريق قرقيرة وفريق طهواج. تقدر تقول دي كانت مباراة سعرية، لأن السنة اللي فاتت قرية طهواج كسبت قرية قرقيرة 3-0. الحاجات دي في الأرياف بيكون رد فعلها صعب جدا، لدرجة إن كان في ناس من قرية قرقيرة ما بتروحش طهواج علشان الشماتة، أو بلغة الأيام دي نقدر نقول التحفيل. محمود كان سامع ولاد عمه طول الطريق بيتكلموا عن مباراة الكبار لغاية ما وصلوا مكان اللعب وبدأوا يلعبوا، وتألق محمود كالعادة وما كانش يعرف إن في حد واقف بيراقبه. كان واقف شاب من شباب القرية بيتكلم مع صديق ليه، وفجأة قطع كلامه وشاور على محمود الخطيب وسأل: مين الواد الصغير الحريف ده؟ جاوبه صديقه بسرعة وقال له: ده محمود ابن الحاج إبراهيم الخطيب من البلد هنا بس عايش في مصر دلوقتي. جري الشاب على محمود الخطيب وقال له: انت لعيب حريف قوي يا محمود، ايه رأيك تلعب معانا بكرة قصاد قرية طهواج؟ الليلة دي محمود ما نامش من السعادة والفرحة انه هيلعب باسم قريته قدام كل اهل القرية، دي حاجة كبيرة جدا. وبالفعل تاني يوم تأهبت القرية كلها للمباراة، ولما وصل محمود الملعب شاف اهل القريتين واقفين على الجنبين وبيهتفوا بكل حماس. نزل الفرقتين الملعب، بس الكل لاحظ طفل صغير نازل مع فريق قرقيرة، وبدأوا يسألوا مين الولد ده وابن مين. قبل ما تبدأ المباراة راح كابتن فريق قرية طهواج لكابتن فريق قرقيرة وقال له انه مش هيلعب الماتش الا لما الواد الصغير ده يطلع من الملعب، وان ده استهزاء بيهم، وكانت هتحصل مشاجرة بين كباتن الفريقين. رفض كابتن فريق قرية قرقيرة يخرج محمود الخطيب من الملعب، وتدخل الحكم وطلب منهم الهدوء، وقال لهم ان الاهالي من القريتين ممكن يموتوا بعض لو الماتش ده اتلغى. طلب منهم يلعبوا المباراة وان محمود يلعب مع فريقه. طبعا كابتن فريق قرية طهواج ما كانش قدامه غير ان هو يوافق، وكان بيبص لمحمود الخطيب وهو بيقول: العيل ده هو اللي هيخليكم تتهزموا هزيمة نفكركم بيها طول العمر. بدأت المباراة بالفعل، ومفيش دقايق إلا وبدأ محمود الخطيب يمتع الجميع، وقعد يحرز في الأهداف ويرقص كل فريق طهواج، لدرجة إن الآهات من الجماهير كانت بتعلى كل ما الكورة تجيله. ووصلت النتيجة 5-0، أحرز منهم هو لوحده 4 أهداف. بس قبل دقايق من انتهاء المباراة كابتن فريق قرية طهواج دخل على محمود الخطيب بسن الجزمة في قصبة رجله، انفجر شلال دم من رجل محمود الخطيب. وقفت المباراة وجري الجميع على محمود الخطيب وشالوه بسرعة ودخلوه دكانة عزيز البقال اللي حطله بن على الجرح ولفه وربطه بالشاش، وطلب منهم يروحوه البيت يرتاح وما يمشيش على رجله. بين الملعب وبين دكان البقال كان في خط من الدم اللي خرج من رجل محمود الخطيب، وكأن الخط ده بيرسم رحلة الخطيب مع الكورة بين الملعب والإصابات والمستشفى. في نفس 59 زار الملك سعود مصر في طريق عودته من أوروبا للعلاج لمحاولة دفع شبهة محاولة اغتياله لعبد الناصر. وبعد انفصال سوريا عن مصر في 28 سبتمبر 1961 بدأ الصراع يشتد بين مصر والسعودية، وبدأت إذاعة القاهرة وإذاعة مكة في تبادل الاتهامات. إذاعة القاهرة اتهمت النظام السعودي إنه نظام قمعي فاسد، وإذاعة مكة اتهمت عبد الناصر بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وقالت إنه بيخون القضية الفلسطينية وبيتساهل مع إسرائيل، لدرجة إن السعودية رفضت قبول كسوة الكعبة اللي كانت مصر بترسلها للسعودية كل عام. الشعب العربي في المملكة السعودية، الشعب العربي عليه مسؤوليات. هم سموه المملكة السعودية، هو ما سماش نفسه المملكة السعودية، هو في الجزيرة العربية
طول عمره نجد والحجاز، ولكن الشعب العربي هل يقبل أن يرفع السلاح ضد الثورة؟ ممكن المأجورين بيرفعوا السلاح، ممكن المرتزقة بيرفعوا السلاح، ممكن الراجعين بيرفعوا السلاح، ممكن أصحاب المصالح بيرفعوا السلاح، ولكن الأحرار هل يرفعوا السلاح؟ عندنا خسائر، أنا هقول لكم عدد الخسائر بالكامل، ومن أول يوم لغاية امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، الضباط 21، الجنود 115، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. بعدها سنة 1963 دعا الرئيس عبد الناصر للقمة العربية لبحث التهديدات الإسرائيلية لتحويل مجرى نهر الأردن، وقرر الملك سعود الحضور، وانعقدت القمة بالفعل في القاهرة في الفترة من 13 إلى 17 يناير 1964. وأثناء القمة العربية اتوسطت العراق والجزائر للصلح بين مصر والسعودية. رحب الرئيس عبد الناصر والملك سعود بالصلح، وصدر بيان ختامي شدد على ضرورة إنهاء الخلافات وتصفية أجواء العلاقات العربية المشتركة، وبدأت العلاقة بين عبد الناصر والملك سعود في التحسن نسبيا. أسباب الخلاف ما بين الملك سعود وما بين جمال عبد الناصر؟ والله يعني غريبة، إلى سنة 56 كانت العلاقات جيدة ومتينة، وفعلا كأي علاقات عربية إلى اليوم، يعني لا تعرف كيف تبدأ وتتحسن وكيف تتحول إلى خصومة. هي عملية مزاجية بين الحكام، يعني العملية لا تقوم الوفاق أو الغضب والزعل من بعض لا يقوم على أسباب جوهرية وسياسات منهجية إطلاقا، إنما على أمور شخصية، وكذلك حدث مع سعود ومع عبد الناصر. أنا بشوف إن عملية مزاجية، لم أرى سببا جوهريا لهذه الاختلافات، لأنهم ما قعدوا يتحاورون، عمرهم ما جلسوا يناقشون. زعلت عليك سنة القطيعة، الزعامات. يعني أنا من الأسباب اللي أراها وربما أكون مخطئا فيها إن عملية معنى فلان زعيم وأنا مش زعيم، هذا يهددني أمنيا بخطاباته وباستخباراته ومخابراته يعني وبكذا. هذه عوامل ربما من الأسباب التي خلقت هذا التوتر بين الحكومات العربية. في نفس السنة 1962 وقفت صباح على مسرح سينما ريفولي علشان تغني بين الأهلي والزمالك محتارة والله. بين الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. بين الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. انت أهلاوي انت زملكاوي، انت أهلاوي انت زملكاوي، اتنين حلوين الاتنين واعيين الاتنين جامدين الاتنين هايلين، محتارة اشيل مين ولا اشيل مين، محتارة اشيل مين ولا اشيل مين جوا عيوني. وفي نفس السنة سنة 1962 لعب منتخب من الأهلي والزمالك مع فريق توتنهام مباراة مهمة جدا. كانت مباراة احتفالية، ولكنها كانت احتفالية كبيرة في استاد القاهرة، وانتهت برضو بنتيجة كبيرة 7-3 لصالح فريق توتنهام. حمادة أمام وتروح الوالطة، هو الجول أول اتذكر. يكفى فخر للعالم كله ان في اول دقيقة الاوت حمادة امام لعب لعبة جميلة لمدون تاني حلوة في الوسط. الله، هو جول هيحطها الجول الاول. يا سلام، ألان سنتر فورورد خد كروس وحطها بعد 7 دقايق، والجول الاول لتوتنهام، وبقت النتيجة 1-1. تتخطف وترجع تاني واوفر وتحط في الجول. يا سلام، اوفر حلو وبيحطها جريفيز. طبعا 100,000 جنيه بتتكلم، نص فوقيهم بمتر، وبدماغه يحط الجول الثاني
لتوتنهام بعد 20 دقيقة. برافو يا سمير. طه حمادة امام. جول 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 جول. يا سلام يا حمادة يا امام. يا سلام يا حمادة يا امام. جريفيس ادى وايت، وهوايت لعبها بينقلها يكن، وقع يكن في الارض، خطره جدا، هتخش الجول، فعلا جول. يا سلام. بيحتاجوا لعيبه الاهلي والزمالك، بيحتاجوا على، لكن علي انديل مدي جول، الجول الثالث. السنتر فيرود واداها لجريفيس، ومن جريفيس لهوايت، ومن هوايت لمدود، ومدود وقص وهيجيب الجول الرابع، وجاب الجول الرابع فعلا. نام عليها الدو، دخلت من تحت ايده، من تحت ايد الدو، من تحت ايد عادل هيكل على طول، من تحت ايد عادل هيكل. الجول الرابع اللي جابه الوينج اليمين، رقص ابو رجيله ودخل وحطها مش قويه قوي على الزاويه الشمال جنب الخشبه الى حماده، الى طه في الوينج الشمال لصالح سليم. 1-2 بينه وبين طه، هو والجول، وبيحطوا في الجول. الجول الثالث، الجول الثالث حلو قوي. الجول الثالث طه جابه، طه جاب الجول الثالث. طه حلو جدا جدا جدا، حلو قوي قوي قوي. بعد 16 دقيقة بين صالح وطه، 1-2 صالح وطه، صالح وطه، وبعدين طه شاطها جامد. ده في 2 نمرة 11 جريفيس لعبها الدور ده عليها، وعادل طلع لبره وعاوز يحطها في الجول، وعادل بره لكن رجعها رافض، وتاني بتتحط في الجول، تقع من ايد عادل. يا ليه عادل تقع من ايده، يروح للفراوده عشان يحطها في الجول، ليه خساره جدا. الجول الخامس ما كانش حقه ابدا يجي، اللعبه في ايدينا ما ندهاش ابدا يا عادل للفراوده. لعب لعبه قبل كده حلوه في 2-11، وابتدوا يهجموا ب9 لعيبه في نص ملعبنا، وشوطه في الوسط، وجريفيس سابها لألن، وألن للوينج الشمال، والوينج الشمال بيشوطها، والبليت ده لجريفيس، وجريفيس ده لأن الجول هيخش السادس لجريفيس لجوز، وجوه الجول السادس. بيلعبوا بينا زي ما هو عاوزين في الجول ده، كويس، وألن وجريفيس، وادوها للوينج الشمال عشان يحطها من فوق دماغ يكن زي القنبله. كانوا يقدروا يجيبوا الجول ده من 4 لعبات، ألن وهوايت وجريفيس، لكن ادوها للوينج الشمال اللي نزل بدل جونز عشان يجيب الجول السادس بعد 29 دقيقة. وتاني في كانت اوفسايد ورجعت وسابها علي انديل علشان كانت الكرة بتاعت الاحمر. والجول السابع، جول السابع، جول سابع للفريق، والفريق 10 تنفار، الاهلي والزمالك 10 تنفار. نمرة 11 هو اللي جابه تاني، اللي نزل بدل جون.